بص يا صاحبي، اللي حصل زمان في قوم سيدنا نوح بيتكرر قدام عينينا بالحرف. القصة بدأت بمجموعة ناس صالحين جدا: ود، سواع، يغوث، يعوق، ونصر. الناس كلهم كانت بتحبهم وتحترمهم علشان قربهم من ربنا. فلما ماتوا الشيطان دخل على الناس وقال لهم: اعملوا تماثيل تفتكروهم بيها وتقتدوا بهم. قالوا ماشي، نيتنا كويسة. لكن بعد سنين الجيل الجديد جه شاف التماثيل وقال: دول آلهة، دول يقربونا لربنا. وهنا بدأ الشرك في الأرض. والزمن لف يا صاحبي، والنهارده في ناس بتروح للأضرحة وتقول: يا سيد يا بدوي نجحني، المدد يا سيدي، وما يعرفوش انهم بيقعوا في نفس الغلط القديم. النية طيبة ممكن، بس الطريق غلط. لانك لما تطلب من غير ربنا مهما كان صالح، ولي، شيخ، فانت كده بتعمل اول خطوة في طريق الشرك اللي وقعوا فيه قوم نوح. وربنا سبحانه وتعالى وضح ده بآية صريحة جدا في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني هم مش شايفين نفسهم بيعبدوا غير ربنا، لكنهم بيقولوا دول يشفعوا لينا عنده. وده بالضبط الشرك اللي ربنا نهى عنه. يا صاحبي، ربنا أقرب ليك من أي ولي أو شيخ. قول يا رب بنفسك، مفيش وساطة، مفيش مدد من بشر. المدد الحقيقي من فوق، من ربك وحده. سلام.